حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا كده يا ست الكل، هاتي واحدتين بطاطس، واحدتين طماطم، وقرنين فلفل كده على شطة، وتعالي نعمل اكلة محبشة كده وتفتح النفس. يعني بص، في 5 دقايق هتكوني عاملة الطبق بتاعنا القمر ده. قشرت البطاطس وقطعتها صوابع عادية خالص زي اللي احنا بنحمرها العادي يعني. والطماطم قطعتها صغير كده زي السلطة، 3 4 وحدات كده من الطماطم. ومعايا هنا فلفل حامي على فلفل بارد، قطعيه كده قطع صغيرة، او اللي هي لو الموجودة اللي هي الشطة الصغيرة دي زي اللي انتوا شفتوها دي اللي موجودة عندك يعني. واخلطي بين حامي وبارد على حسب الرغبة. بعد كده هجيب طاسة فيها زيت وهحمر البطاطس تحمير عادي، مش نص قلية ولا حاجة، هنحمرها تحمير عادي. بس خلي الصوابع بتاعتها يعني تكون سميكة شوية كده، ما تكونش زي الشيبسي كده يعني. بعد ما حمرت كده البطاطس هطلعها كده على مناديل المطبخ، وبعدين هقلي الفلفل والشطة اللي معايا كمان. بعد كده هجيب طاسة صغيرة احط فيها معلقة واحدة من الزيت ونص معلقة من الثوم المفروم، تشويحة كده بسيطة تطلع معايا ريحة الثوم الجميلة، يعني ياخد معايا اللون الذهبي كده الفاتح مش الغامق. بعد كده هنزل عليه بالطماطم اللي متقطعة كده قطع صغيرة كده زي السلطة. تمام كده معايا. هملح الطماطم هنا برشة من الملح بس، مش هحط حاجة تاني. وهسيب الطماطم كده يعني، هحط هنا رشة كمون صغيرة، وهحط بقى ايه يعني، ههدي بقى عليها النار لغاية الطماطم بتاعتي ما تتسبك على نار هادية كده. والطماطم معايا هتتسبك كده، وبصوا ريحتها طالعة تحفة. بعد ما اتسبكت كده معايا شوية زي ما انتوا شايفينها كده، هنزل عليها بقى بمعلقتين من الخل. والله بقى اكيد انتوا متخيلين الريحة هنا بقى، مش بنحط غير ايه شوية ملح وشوية كمون بس. بعد كده نزلت عليها بقى بالفلفل والشطة اللي احنا قليناهم في الطماطم كده. لما تسبكت دقيقة واحدة كده على النار وهشيلها. حطيت البطاطس هنا في الطبق التقديم بقى اللي هنقدم فيه، حطيت كده البطاطس ونزل عليه بالخلطة دي، الطماطم بالفلفل بالخلطة الحلوة اللي احنا عاملينها دي. وكل بقى احلى طبق بطاطس مقلية بالخلطة والدقة القمر دي، والبطاطس تكون بقى متغمسة كده معانا بالخلطة دي وطرية كده. يعني كفاية فعلا بطاطس مقلية كده ناشفة بالطريقة العادية، مش كل مرة نعملها كده. جربيها اعمليها كده، هتلاقيها طرية كده معاكي وتغمس وجميلة. ولو جنبها كده شوية جرجير، طبق فول، طبق فلافل، اي حاجة هتمشي معاكي في اي وقت، برضو فطار غدا عشاء. بجد طبق لذيذ وجميل فعلا ومحبش ويفتح النفس. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك وتعليق حلو من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وتسعدني، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.